السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. البصل ممكن يكون مقرمش ازاي؟ أسرار موجودة على مطبخ أكلة وسهراية، لكن كشري مفلفل بصراحة يستحق التجربة. ايه طريقة الكشري؟ ايه مقادير الكشري؟ ايه طريقة الدقة؟ عايزة اوريكي الكشري قد ايه مفلفل بالزبدة يا جماعة، خطير. مقادير الكشري في حلة واحدة: دقة الثوم والفلفل والخل خطيرة جدا. كشري لكن بطعم مطبخ أكلة وسهراية. الطريقة، المقادير، ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناة، هتلاقي مكونات سهلة جدا وبسيطة. دي المقادير الأساسية للكشري، لكن الرز والمكرونة على حسب الكمية اللي حضرتك عايزة تعمليها. دول 3 بصلات من الأبيض وبصلة من الأحمر، بحب أعمل ميكس عشان يدي حلاوة في البصل. ده كيلو من الطماطم، نص راس من الثوم، كوبايه من العدس مش مسلوقه منقوعه، مقدار 3 ليمونات معصورين عشان هعمل الدقه بتاعه الثوم، وفلفل اخضر وفلفل احمر، ميكس بين البارد واللي بيحرق. طيب البصل هضيف عليه معلقه كبيره من النشا، هنزل عليه بمعلقه من الملح، هقلب البصل مع النشا مع الملح. الخطوة دي بتساعد ان البصل يقرمش ويستوي ويحلو. الملح يخليه يطلع الحلاوة اللي موجودة فيه. حلة على النار، كل الكشري هنعمله في حلة واحدة، لكن مفلفل وطعمه خطير جدا. هضيف نص كوباية من الزيت هعمل بيه صلصة الطماطم، وهعمل بيه دقة الثوم والخل. هسيب الزيت يسخن. اول ما يسخن الزيت هنزل بالبصل. انا محتاجه ان البصل ده يقرمش ويحمر. البصل لما الزيت بيكون كتير البصل بيتحمر وبيتقلب في قلب الزيت، شايفه؟ بس محتاجه ان هو ينشف علشان يكون مقرمش. اول ما هيبرد هيقرمش. هنعمل صلصه الطماطم. هاخد معلقه من الزيت بتاع الكشري. صلصه الكشري انا بحب اعملها ميكس بين البصل وبين الثوم. ده الثوم والفلفل هاخد منه معلقه واضيفها على البصل. هقلب البصل مع الفلفل مع الثوم لحد لما يصفروا. نص معلقه من الكمون، معلقه من السكر، نص معلقه من الملح والسكر على حسب لما هيدوب السكر هيدي لون للبصل خطير جدا، وطبعا هيعادل الحموضه بتاعت الطماطم. لما البصل والثوم يغير لونه هنزل بحوالي 3 معالق من الخل. هنزل بالطماطم، هنقلها على العين التانية، نكمل وصفة الكشري. الطاسة دي اللي هعمل فيها طشة الثوم، فهشيل منها 3 معالق من الزيت قبل ما اعمل الكشري. انا محتاجة الكشري يكون كله من نفس طعم ان الزيت من نفس طعم الزيت اللي معمول بيه البصل. الزيت ده واخد تحميرة البصل فمخلي ريحته حلوة قوي. طبعا المقادير دي على حسب رغبتك. دي كوبايه من الشعريه، ده لون الشعريه، لازم تقرصي عليها في التحمير بالشكل ده. نفس مقدار الشعريه، نفس مقدار الرز. ده العدس انا نقعاه بس، هغسله مرتين 3 وهضيفه على النار. محتاجه اقلب الرز مع الشعريه مع العدس لحد ما انشف العدس من الميه. الخطوه دي محتاجه اضيف نوع مكرونه ما تعجنش معايا الكشري، فانا هضيف المكرونه دي اي نوع بس تكوني واثقه انه مش هينشي ومش هيعجن. نفس مقدار الرز والمكرونه، نفس مقدار الشعريه والرز هضيف المكرونه.
المكرونه الاسباجيتي هكسرها بالطريقه دي. الحاله دي بقى مفيش تقليب، احنا هنستخدم الطريقه دي، لكن هبحر الرز. هضيف معلقه من الملح. الكشري ما بستخدمش غير كمون بس، معلقه من الكمون، معلقه من المرقه الفوريه. هقلبها عشان اتاكد ان كل المكونات اللي موجوده اختلطت مع بعض. طبعا اتاكدت ان المكونات كلها اختلطت ببعض، العدس نشف تماما عشان ما يعجنش. هننزل بميه معلقه. طبعا هظبط الملح، اقلب تقليبه واحده بالشكل ده، وطبعا مقدار الميه يكون مناسب لكل المكونات اللي موجوده. هضيف ربع معلقه من الملح. هغطي عليه وهسيبه 40 دقيقه، هتكون كل المكونات استوت. لكن قبل ما يستوي هنضيف تيست خاص بمطبخ اكله وسهريه. تسبيكه الطماطم بقت ممتازه، هشيلها وهعمل دقه الثوم. الزيت اللي شلناه من الكشري، اول ما يسخن الزيت هضيف الثوم والفلفل. ده ميكس من الفلفل السبايسي والفلفل البارد، ريحته خطيره جدا. طبعا انا مش عايزه احمر الثوم عشان ما يلسعش، انا عايزه الثوم يكون هو بس يتشوح ويختلط مع الزيت. زي ما قلت لك انا مش عايزه احمر الثوم عشان يعني تكون بارده شويه. 3 ليمونات معصورين هضيفهم، نفس مقدار الليمون هيكون مقدار خل. هضيف خل ونفس مقدار الخل والليمون ميه، وهسيبه يغلي 10 دقايق. طبعا هنا الكشري اتشرب وبيغلي، هضيف عليه قطع من الزبده. يا جماعه اللي ما دقش الكشري بالزبده فايته طعم خطير جدا. ههدي النار عليه وهسيبه يكمل سوا مع ريحه الزبده، هيكون خطير جدا. ريحه السمنه، الكشري في حته تانيه. استوى الكشري بريحه وطعم السمنه البلدي. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.